ربنا لما يحبك وانت ماشي في سكة غلط هتلاقيه بيقفلها في وشك حتى لو روحك كانت فيها. ربنا لما يحبك ويلاقيك متعلق بحاجة ونفسك فيها بس هتضرك وهتتعبك هيبعدها عنك مهما عملت ومهما حاولت انك تاخدها. ربنا لما يحبك ويلاقيك بتغلط وتحمل ذنوب هتلاقيه بيوجع لك قلبك وبياخد منك كل حاجة كانت هي السبب في الذنب ده. ربنا لما يحبك هيبتليك بس برضه هيخليك تقدر تتحمل الابتلاء ده وهيقويك عليه وهيكون جنبك لحد ما تعدي وجعك وألمك. بس انت بس ساعتها ارضى باللي ربنا كتبهولك. تلاقي احيانا ربنا يقفل لك كل سكة انت ماشي فيها ويصعب عليك اي طريق انت عايز تدخل منه، ده عشان بس يبعدك عن الطريق ده. الطريق ده بالذات اصله كان طريق غلط، طريق كان هيأذيك ويوجعك، بس بعدها هيدخلك الطريق الصح، الطريق اللي فيه الخير ليك. ولما تمشي فيه وتوصل لاخره وقتها بس هتعرف ليه كل اللي فات ده حصل في حياتك، ليه كل الطرق كانت حيطه سد وكانت متقفله في وشك. ساعتها بس هتعرف ان الخير كله هو اللي كتبه ربنا ليك من البدايه. عشان كده خلي ثقتك دايما في ربنا كبيره وفي اختياراته ليك، وان هو دايما هيعمل لك الصح. اصبر وما تبصش تحت رجليك. في مقولة بتقول لا تحزن على شيء فقدته فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. خلي بالك الرضا بالمقسوم هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا وراحة البال. وعشان الدنيا دايما ما بتمشيش زي ما احنا عايزين، احنا محتاجين اننا ندعي ربنا انه يزرع في قلوبنا الرضا بالمقسوم، الرضا باللي ربنا قسمه لنا. وعايزاك تفتكر كم مرة كان نفسك في حاجة ربنا منعها عنك وبعد مرور الوقت قلت سبحان الله لو كنت أخدتها كان زماني منعت عن نفسي خير كبير قوي. صدقني ربنا لما بيمنع عنك حاجة بيتمناها قلبك وهتتجنن عليها، بيمنعها عشان يديك اللي أحسن منها. بس عارف ده هيحصل امتى؟ هيحصل لما تسلم أمرك لله، لما ترضى باللي ربنا قدرهولك وتصبر وتقول أنا واثق يا رب في اختياراتك ليا. ساعتها بس هتشوف عطاء ربنا ليك ونعمته عليك. خليك واثق إن كل ده بيحصل في حياتك عشان ربنا بيحبك.